بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلاب الصف الأول إعدادي في جميع أنحاء الجمهورية. النهارده معادنا مع الحلقة الرابعة في مراجعة منهج الترم الثاني. بنشتغل من مذكرة حلوة جدا، مذكرة مستر محمود زيادي. المذكرة ضمت كل الأسئلة اللي في كتاب التقييمات وكتاب الطالب. Let's get started. بيقول لك هنا إيه؟ Last year, Omar wanted to do something not for his community, something that had a special value. عايز يعمل إيه؟ Something meaningful، حاجة ذات معنى. ركز بقى معايا على اللي جاي عشان احنا دلوقتي بنراجع على الكلمات والأفعال وحروف الجر والحاجات دي كلها. أول ما هنخلص التشويس هتلاقي نفسك حفظت كل كلمات الوحدة بمنتهى السهولة. Number 2 بيقولك هادي created a colorful note, small pieces of paper with information and shared them around. عمل كده قطع ورق صغير فيه معلومات وشيرها مع أصحابه، يبقى colorful flyers. Number 3, his actions brought comfort اللي هو الراحة and not making everyone feel happy and appreciated. خلت كل الناس حواليه يشعروا بالسعادة، يبقى comfort and happiness. Number 4, the antonym of the word warmly. عكس كلمة warmly is سهلة coldly. Number 5, في number 5 the synonym of the word meaningful، يعني مرادف كلمة meaningful اللي هو ذات معنى هتكون ايه؟ طبعا هتكون significant يعني ذات مغزى أو مهم أو ذات معنى. اوكي طيب نيجي بقى على number 6. بيقولك small acts، الacts أو الactions الصغيرة of kindness can not positive change in society. قادرة على إنها تعمل إيه؟ create، إنها تخلق positive changes، تغيرات إيجابية في المجتمع. Number 7. في number 7 بيقولك young people who volunteer، الشباب الصغيرين اللي بيتبرعوا often feel a strong sense of، بيكون عندهم حاسة أو إحساس قوي ليه because they know they are helping others، عشان هم عارفين إنهم بيساعدوا الآخرين، يبقى إحساس قوي من الإيه؟ purpose، إن هو عندهم هدف sense of purpose. Number 8. Volunteering التطوع can not a community by making it cleaner and more welcoming. ممكن يحسن طبعا اللي هو إيه improve. Number 9. Working together during volunteer activities helps teens not cooperation skills. العمل معا في الأنشطة التطوعية بيساعد اللي هم المراهقين على إيه؟ ينموا مهاراتهم التعاونية اللي هو develop. Number 10. Taking part in voluntary work، إن أنت تشارك في العمل التطوعي often not a person confidence، بيبني ثقة الشخص طبعا builds. Number 11. A smile or kind word can be more not than money or gifts. can be a powerful، بيكون ذات قوة أو معنى. لو تلاحظ إنهم كلهم نفس الإيه، بس تحفظ بس معايا الإجابات. طيب number 12. lifting heavy box، يعني رفع الأثقال التقيلة أو البوكسز التقيلة. for someone may take a lot of effort، هو مجهود، بتاخد مجهود أكتر. Number 13. even small tasks، المهام الصغيرة require، بتتطلب، عندك كلمة require يعني إيه؟ يتطلب not to complete without getting frustrated، إن أنت تكمل من غير ما تحبط. تعالى كده ما ترجم لك الحتة دي. frustrated يعني محبط أو يحبط. حلو كده؟ طيب require يعني يتطلب، بيتطلب patience اللي هو الصبر علشان ما تحبطش. هنا بيقولك إيه؟ you don't have to do everything by yourself. you aren't alone، أنت مش لوحدك. 15. the antonym of the word huge، عكس كلمة huge is أيوة أكيد small. 16. a small gift can be very not to someone، هدية صغيرة ممكن تكون كبيرة بالنسبة لناس تانيين huge. 17. you aren't not if someone helps you، لو حد ساعدك يبقى انت مش لوحدك alone. كل دي يا شباب كلمات مهمة جدا في الوحدة رقم 10. في 18. antonym of the word powerful، عكس كلمة powerful is تبقى weak، ضعيفة. طيب نيجي بقى على 19. helping someone doesn't need a not action، مش محتاج ايه؟
مساعدة الناس مش محتاجة إيه؟ مش محتاجة actions huge كبيرة. 20 listening to a friend needs الاستماع لشخص بيحتاج طبعا صبر أكيد لازم يكون عندك صبر وأنت بتسمع الناس. 21 carrying a heavy bag إن أنت تشيل شنطة تقيلة takes a lot of لسه حلينها effort. 22 a smile can make a not difference الابتسامة بتعمل اختلاف كبير. 23 doing a long task needs both time and محتاجة وقت وصبر إن أنت تعمل إيه؟ مهام كبيرة أو مهام طويلة لازم تبقى صبور. Number 24 the synonym مرادف of the word huge معنى كلمة huge طبعا enormous. في 25 بيقول لك cleaning the park إن إحنا ننظف البارك with other volunteers is an example of not and patient example of responsibility نوع من المسؤولية والصبر. طيب يلا بينا ندخل على جزء الجرامر المتمثل في أسئلة الريرايت. بيقول لك إيه هنا؟ I plan to finish my homework later. أنا بخطط إن أنا أخلص الهومورك بعد كده. قال لك استخدم will ويلا استخدامات will اللي هي الخطط المستقبلية. هنشيل كلمة plan to وخلي لي بقى إيه الفعل في المصدر وهتقول I will finish my homework later. سهلة. Number 2 they plan to visit their grandparents next week. نفس الفكرة شيل plan to وحط مكانها will يبقى they will ومصدر الفعل visit their grandparents next week. سهلة. Number 3 do you plan to meet us later. هل انت مخطط ان انت تقابلنا بعدين؟ قال لك will شيل do عشان هنشيل بلان وهنشيل معاها to وهنبدأ ب will you فين مصدر الفعل meet will you meet ايه us later. سهلة. Number 4 they don't intend مش ناويين to travel next month ان هما يسافروا الشهر الجاي. قال لك استخدم want هما هنقول ايه هما لا يسافروا يبقى do not intend to اشيلها واحط مكانها want بمنتهى السهولة. they want وفين مصدر الفعل travel وتكملة الجملة next month. سهلة. عندك she offers لأن من استخدامات will إنها بتعمل offers اللي هو العروض فبيقولك offers to carry the bag for you بتعرض عليك الإيه الباج يبقى she هشيل offer to نقول she will carry the bag for you. Number 6 I have decided to أنا قررت stay at home tonight إن أنا أقعد في البيت النهاردة من استخدامات will إنها بتعمل quick decision قرارات سريعة. طيب هنعمل إيه؟ هنشيل decided to و have وهقول I will فين مصدر الفعل stay at home tonight. سهلة. Number 7 سارة doesn't plan to join us tomorrow. سارة ما خططتش إنها تنضم لينا بكرة وقال لك استخدم want يبقى نشيل does not plan to وأحط مكانها want وأقول سارة want يعني will not في مصدر الفعل join us tomorrow. سهلة. Number 8 we promise to help you promise الوعد استخدامات will ايه promises اللي هي الوعود. we promise to help you with the project قال لك استخدم will هشيل مين promise to واحط will واقول we will مصدر الفعل help you with the project. سهلة. Number 8 في number 8 he promises نفس الفكرة to finish the work soon هو بيوعد انه يخلص الشغل دلوقتي او حالا. قال لك استخدم will هشيل مين promise و to واحط مكانها will. ايوه كده انت خلاص عرفت الفكرة. في مصدر الفعل finish the work soon. Number 10 do you expect her to arrive soon هل تتوقع ان هي تيجي
فقال لك استخدم will. طبعا عشان استخدم will هشيل do you expect her to وهقف كده عند مين؟ عند arrive. بس خد بالك الفعل هيكون she. هنقول will she arrive soon. هي ممكن توصل بسرعة أو حال. number 11 بيقولك إيه؟ we have decided to start the meeting now. أنا خدت the quick decision. يبقى نقول هنشيل إيه؟ هنشيل have decided to وأقول we will في المصدر الفعل start the meeting now. سهلة. number 12 we expect نتوقع to finish the project soon. هشيل expect to وأقول we will finish the project soon. number 13 do they plan بيخطط نفسه في plans برضه to move to a new house next year. وقال لك استخدم will. هشيل do و plan و to وشوف هعمل ايه. هبدأ ب will وبعد كده الفعل اللي هو they مصدر الفعل بتاعي اللي هو move to وأكمل a new house next year. سهلة. number 14 she promised برضو الوعد to tell you the truth later. هتقول لك الحقيقة بعد كده. فقال لك استخدم will. هشيل مين promise to وهقف عند مصدر الفعل وأقول she will إيه بقى will tell مصدر الفعل you the truth later. سهلة. number 15 they don't intend to forget this lesson. قال لك استخدم want. يبقى هما مش ناويين. يبقى don't دي intend to هشيلهم خالص وأقول they want هما مش ناويين و forget they won't forget this lesson. سهلة. 16 I offer to help you with the bags. أنا بعرض عليك إن أنا أساعدك. أنا بعرض عليك مساعدتي في الباجز. وقال لك إيه well هشيل offer to وأقول I will help you with the bags. سهلة. 17 he promises to finish the work soon. طبعا لسه حلينها. she promised to وأحط مكانها will. يبقى he will finish the work soon. 18 she expects لسه عاملينها to be very happy in the future. بتتوقع إن هي هتكون سعيدة في المستقبل. ونقول she هشيل expected to وخليني عند المصدر she will be very happy in the future. number 19 do you plan to call me this evening. قال لك استخدم will. هشيل do plan و to وأقول will فين الفاعل you فين المصدر call تكملة الجملة me this evening. will you call me this evening. سهلة. ندخل بقى على شوية ايه تصحيح خطأ كده read and correct. نغير اللون عشان زهقنا بقى من اللون ده. نجيب أزرق. بيقول لك ايه I promise I will helping. لا طبعا I will ايه help. number 2 they not want to travel. هل هيجي وراها to المصدر؟ لا بيجي وراها المصدر على طول. يبقى they want travel. ماشي next month. number 3 not do she arrive soon. لا طبعا هتبقى will she arrive soon. will she arrive soon. number 4 I have decided that I will مستحيل I will stay. we expect نتوقع that they will win. لا حتى مش عارفة انطقها يعني. will ايه win المصدر يا شباب. المصدر يا شباب she offers هي بتعرض that she will carries. لا طبعا will carry. اوعى تنسى اوعى تنسى. I think أول ما تشوف think على طول هتلاقي will. طيب will rains. لا طبعا I think it will rain المصدر يا بابا. number 8 not or you meet us later. لا هتبقى will you meet us later. he promises he won't forget this lesson. forgets هينفع forgets؟ لا يبقى won't forget.
number 10 she expects هي بتتوقع she will is لأ she will be very happy. ندخل بقى على جزء تاني اللي هو البوكس. بيقولك ايه flyers warmly neighborhood comfort replace مش هقولك معناهم عشان تدخل تحل معايا على طول. Last year عمر a 14-year-old student الطالب اللي عنده 14 سنة wanted to do something meaningful عايز يعمل حاجة ذات قيمة to his community للمجتمع بتاعه. He noticed that many elderly neighbors felt lonely. حس كده ان كبار السن الموجودين في الجيرة في جيرانه بيعيشوا وحيدين. عمر created a colorful note and shared them around. عمل بقى flyers توزيعات كده ورقية colorful ووزعهم عليه the نقط them around the ايه around the neighborhood في الجيرة أو في الحي. neighborhood يعني الحي بتاعه. on visiting day في يوم الزيارة he greeted everyone نقط عمل ايه يبقى greeted ايه warmly بفريندلي كده spend time listening and brought joy and comfort to all جلب السعادة والراحة للكل. تعالى في اللي بعد كده builds cleans strengthens cares protects دي كلها أفعال. بيقولك last month 4 teenagers talked about their voluntary work 4 مراهقين اتكلموا عن العمل التطوعي بتاعهم. عزة helps at a community center ساعدت في المدينة بتاعهم while كريم نقط public areas كريم بقى عمل ايه public areas cleans نظف الأماكن العامة. صفاء supports elder people and Adam نقط for animals طبعا for هناخده cares for اهتم بالحيوانات. they all believe volunteering نقط character إن العمل التطوعي بيقوي الشخصية نقوله إيه strengthen character and builds community وبيبني المجتمعات. بقى كلمة huge parks patience library alone. Last week 4 teenagers shared their volunteer experiences 4 مراهقين شيروا أو شاركوا التجارب التطوعية بتاعتهم. Maya helps at a not reading at a library reading to children مكتبة القراءة. عمر cleans نظف ايه نظف الباركس and paints benches ويلون كده الديسكات. لينا cares for animals at a shelter اعتنت بالحيوانات وعملت لهم مأوى. اتفقوا that helping other requires إنه مساعدة الآخرين بتتطلب إيه بقى؟ بتتطلب patience بتتطلب الصبر and even small actions can make a big عندنا كلمة huge يعني إيه كبير huge difference. number 4 volunteer small money trash responsibility difference دي كل كلمات يا جماعة دي كل الكلمات المهمة في اليونت. بيقولك عمر spends his weekends helping at the local park. عمر كان بيقضي الويكندز بتاعته بيساعد في الحديقة العامة we collect not and plant flowers طبعا collect trash القمامة and plant flowers رعنا ورد. The park looks beautiful. He explained هو شرح. عمر believes that volunteering teaches العمل التطوعي بيعلمنا أو كده teaches and teamwork يعلمنا responsibility تعلمنا إزاي نكونوا مسؤولين responsibility والعمل الجماعي. He feels proud شعر بالفخر because not action can make big small action طبعا can make big ايه difference. ندخل بقى على ايه number 5 اللي هو الديالوج. في الديالوج هنا بيقولك عالية وسهى are talking about helping others بيتكلموا على مساعدة الآخرين. عالية بتقول Do you hear what the teacher said about helping others؟ سمعت المدرس بتاعنا بيقول ايه عن مساعدة الناس؟ فقالت لها yes I think it makes people happy and shows we care. How can we aid other? How can we help؟ أكيد يعني. فقالت لها by giving food and cleaning our streets إن إحنا ننظف الستريتس بتاعتنا.
فعليا قالت did anyone give other ideas؟ هل في حد قال أفكار تانية؟ فسهى قالت مريم also suggested اقترحت بقى إيه to protect the environment. suggests ideas اقترحت أفكار to protect the environment. فعليا قالت what will you do to help؟ أنت هتساعدي في إيه؟ قالت I'll try to do at least one kind action every day. one kind action أي action or one kind act every day. تمام. وبكده يا شباب خلصنا الوحدة العاشرة. شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلك المزيد ويوصلك بقية المراجعات إن شاء الله، وخاصة المراجعة النهائية اللي قبل الامتحان. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.